مرحبا بكم في فيديو جديد عن موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق القادمة ضمن دور 16 من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد عن كرة القدم الإفريقي. يلعب منتخب نيجيريا ضد منتخب موزمبيق في مواجهة إقصائية مباشرة بنظام الخروج المغلوب، حيث يسعى نسور نيجيريا إلى الفوز والتأهل إلى ربع النهائي على حساب موزمبيق الذي بلغ دور 16 بعد أداء قوي في دور المجموعات. وقد تأهلت نيجيريا كأفضل فريق في المجموعة بعد الفوز في جميع مبارياتها بدور المجموعات، بينما جاءت موزمبيق كثالث أفضل منتخب. ستقام المباراة يوم الاثنين 5 يناير 2026 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت الجزائر وتونس ونيجيريا، والسابع مساء بتوقيت غرينتش. المواجهة ستقام على كومبلكس سبورتيف دي إفيس في فاس المغرب، وهو نفس الملعب الذي خاضت فيه نيجيريا معظم مبارياتها في دور المجموعات، ويعد من الملاعب الرئيسية للبطولة. تنقل المباراة مباشرة عبر قنوات بين سبورتس ماكس الناقل الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى البث الرقمي عبر بينكنت. وقد يتم بث اللقاء عبر القنوات المحلية في دول المشجعين حسب حقوق البث في كل منطقة. أثناء المباراة سيتابع الخبراء التشكيلة المتوقعة واللاعبين المؤثرين قبل انطلاق صافرة البداية. وفقا لنظام البطولة، الفائز من هذه المباراة ينتقل مباشرة إلى دور ربع النهائي، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي يتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لحسم المنتصر حسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF. يدخل منتخب نيجيريا المباراة بطموح التأهل إلى الدور القادم بعد عروض قوية في دور المجموعات، ويعتمد على ثقة اللاعبين وروح الفوز، بينما يبحث منتخب موزمبيق عن مفاجأة تتكرر في الأدوار الإقصائية عبر أداء منظم وطموح للمنافسة على بطاقة الربع النهائي. الجماهير تترقب هذه المواجهة لما تحمله من إثارة في واحدة من أهم مباريات دور 16 في كأس إفريقيا 2025. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لمتابعة كل جديد بشأن مباريات البطولة وتحليلاتها.